انت بركك حابها مزروبه، انت اللي كم مقلق. وشنو تعامل مع الله برك؟ قول لي يا ودي شوف هذه فيها خير، حبسنا ربي والله ما على بالنا واش كاين، خليها لله تبارك وتعالى. خلاص طحت اون هنا، بالك كنت راح نزيد شويه كنت راح ندير اكسيدون، ربي طيحني اون هنايا، ما تعرف هذه دنيا. احنا شوف ناكلوا في رواحتنا، احنا بشر. بصح المفروض واش يدير الانسان؟ يقول انا ندير اللي عليا وندير السبه، ومولاها شكون؟ الله. ارحم بيا من امي ومن ابي ومن نفسي انايا، خليها تمشي، وكل شيء عنده بقدر. وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيء وهو شر لكم. علاه قلنا الكلمه هذه؟ قلنا شحال من حاجه تبالكم بيضه هي كحله، خاطش حنا عميين، حنا ضعاف ما نعرفوا والو. وشحال من حاجه كحله وهي بيضه، ما تعرفش الخير وراه انت. اول حاجه تتعامل بالقضاء والقدر، عرف شكون هو هذا ربي، هذا شكون هو يديرها لك زكاره، كاش ما عندك تسلو، كاش ما يسلك، كاش ما حاجه، كاش ما رحيم بك سبحانه وتعالى. والله غير رحيم بك خير من نفسك انت، والله ما ترحم روحك بروحك. احنا ربي كي خلانا روحتينا نسينا واش درنا، ولينا نقطعوا في اللحم تاعنا، نوشموا نتقبوا نديروا كلش، ولينا نفسنا ضريناها، نفسنا ما حملناهاش. بصح كي يرحمنا هو واش قالنا ما توشموش، ما ديروش، اصبروا، ما تكيفوش، حبس صحتك كذا. هو يخمم، هو راه يعني يعتني بك خير من يتخمم انت في روحك. وعلى هذه لازمنا كي نتعاملوا مع الله نتعاملوا معاه انه رحيم وحكيم سبحانه وتعالى. كي يحط لك الحاجه يحطها في مكانها، وكل حاجه راهي تتحط في وقتها. ثم شوف عليم خبير سبحانه وتعالى. اذا الايمان بالقضاء والقدر هو القوه والطاقه الكبيره اللي يعيش بها الانسان في هذه الحياه. انا نقول لك واحد الحاجه، الاحلام ما راحش تصنع الرجال. واللي يكذب على روحه في الاحلام هكذا يقول لك انا ولا نبدا ندير هذيك وندير هذيك، وراك تحوس عليها باللي راهي جايه مفرشه بالخضر. انا نقول لك واحد الكلمه، غير انسى، ربي يعافيك على كل حال وما يقدر لك غير الخير، بصح غير انسى. اذا واش دير؟ لازم توجد روحك في هذه الحياه بان ربي سبحانه وتعالى ممكن يقدر عليك اي حاجه في اي لحظه، راح يقدر عليك الله عز وجل اي حاجه. اذا انت واش راح دير؟ راح تقول انايا راني نتعامل مع رب رحيم، وكل حاجه جات من عند الله سبحانه وتعالى الا وفيها حكمه وفيها رحمه. احنا ممكن نعرفوا ممكن ما نعرفوش، ممكن نعرفوا هذيك الحاجه ممكن ما نعرفوش. وهذو ما كامله. كاينه واحد السوره احنا نقراوها كل جمعه واسمها سوره الكهف، ياك هكذا. هذيك سوره الكهف هذيك الدرس نتاع الحياه نتاعك، برك انت ماكش فاهمها، برك هذيك هي الحياه نتاعك اللي تعطيك درس ما تنساش في الحياه. شوف ربي عز وجل حكى لنا واحد الحكايه فيها، وقال لنا الخضر راح معاه موسى عليه السلام، راحوا صراو لهم 3 لقطات، صراو لهم 3 حكايات، ربي كيحكاهم ماشي لعبه. هذوك هما الحياه نتاعك، هذاك هو الايمان بالقضاء والقدر. شوف الحكايه الاولى، لقاو ناس عندهم سفينه، دخلوا في البحر، ركبوا معهم، قالوا مركبونا معكم. ركب موسى والخضر عليهما السلام، ركبوا مع الناس في السفينه، شغل كيما نقولوا احنا واحد دار واحد ستوب ركبوا معاه، ركبوه في السفينه باش يجوزوه مع البحر. كي ركبوا الخضر واش دار الخضر؟ شوف الخضر الان، الخضر ربي عطاه واحد العلم تاع الغيب بالقضاء والقدر، تسمى يعرف واش كاين مور الصلح، احنا ما نعرفوش، احنا ما على بالناش واش كاين من بعد. هو هذاك الخضر على باله، ربي عطاه له علم، علاه؟ باش يدير درس لموسى عليه السلام ويخليها لنا درس لينا احنا. اذا الخضر يعرف الغيب، ربي عطاه له. واش دار؟ حكم السفينه هذيك تقبها، خسرها شويه ماشي باش تغرق، خسرها شويه باش تبان قديمه، شغل كما يقولوا احدث فيها التخريب. مالا واش دار موسى؟ قال له كيفاش؟ ناس وصلونا. موسى عنده الحق، قال له ناس وصلونا داروا فينا الخير، قاعد تخسرهم في السفينه تاعهم، عيب عليك. واش قال له الخضر؟ قال له قلت لك انا كي تركب معايا تشوفني درت حاجه ما تسالش. وهذا هو المعامله تاعنا احنا مع الله. دوك احنا ربي تخيل نقولوا له ربي علاه ديت لنا نازين في عمره 15 سنه، علاه ديته صغير هذا، علاه؟ واش دار لك؟ احنا تخيل نسالوا السؤال هذايا. موسى سال السؤال هذا الخضر، ربي واش يجاوبنا؟ يقولنا انا اعلم واش راني ندير، شغل انت ما تدخلش روحك، انا نعلم واش ندير. الخضر قال موسى، قال له قلت لك ما تسالش، خليني انا على بالي واش راني ندير، انا على بالي واش راح يصير مستقبلا. كي تلاقاو مع الملك، لقاو واحد ملك يقريسي الناس كما نقولوا احنا، يحكم شغل قراصنه، يحكموا السفن اللي يلقاوها جديده ولا يدوها، يقتلوا ماليها يدوها. كي يحكموا السفينه هذيك واش داروا لها؟ فيريفياوها لقاوها قديمه، قال لهم جوزوا ما يسحقوها، ما عندنا ما نديروا بها. اذا الان تما موسى عرف، قال لك شوف مالا كانت فيها خير،
هذيك مالك يخربها كانت فيها خير. دوك انت احيانا تجيك